بتيجي على أهون الأسباب، غلطة نندم عليها سنين، بتيجي على أهون الأسباب، غلطة نندم عليها سنين، وحتى اللي ماشيها بحساب ليه وقع بتقسمه نصين، بتيجي على أهون الأسباب. ايه بقى حكايتك يا استاذ مصطفى؟ لا حكايه ولا روايه يا عمي، يعني زي ما يويو قالت لحضرتك كده ان انا مرتاح في شرم وعايز افضل في شغلي هناك. وزي برضه ما قالت لي ان حضرتك قلت لها لو ابوكي ما رجعنيش الشغل في شرم هخلي عيشتك انت والولاد سودا، مظبوط؟ يا عمي انا بس كنت متعصب شويه. من غير لف وتدوير على اسباب غير مقنعه. انا بلغني انك على علاقه بواحده اجنبيه اسمها مارجريتا، تقريبا في سن المرحومه والدتك، وانت للاسف مهما رحت ولا جيت برضو محسوب عليا انك جوز بنتي، وانا واجبي تجاه بنتي واولادها ان احميهم واحميك انت كمان للاسف من مخك اللاسع. يا عمي اقعد! انت تسمع كلامي وتفهمه وتعقله. المعلومات اللي جاتني انا متاكد من صحتها، ولا ناوي تنكر يا ابو محمود؟ يا عمي انا مفيش بيني وبين ميمي مارجريت اي علاقه غير معرفه شغل عاديه. شغل ايه يا حبيبي وانت مدير عام قرية ضمن مجموعتنا وهي قريتها ضمن مجموعة تانية خالص؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، لما بيبقى الاوتيل عندي زحمه فانا بحول الحجوزات اللي عندنا على الاوتيلات بتاعتها. قلنا بلاش اللف والدوران ده احسن لك يا مصطفى. ما هو يا عم انا عارف ان حلمك بالثروة الأونطة مالي مخك مجننك، مخليك عمال تدور وتلف لحد ما لقيت واحدة من مرضعات ألون، دخلت معاها في علاقة غرامية ورسم على جواز عشان تلهب ثروتها وتبقى من أصحاب الثروات والملايين. مظبوط يا جوجولو؟ الله يسامحك يا عم، لا مش مظبوط. شوف يا مصطفى يا ابني، مراتك تبقى بنتي الوحيدة، يعني لما اموت هي اللي لو افتكرتني هتقرا لي الفاتحة. ولادك اللي هم احفادي انا بحب التراب اللي بيمشوا عليه. اعمل معروف يا ابني، انا مش هسمح باي تهديد لحياتهم ولا استقرارهم. واحمد ربنا يا اخي على النعمه اللي انت فيها، تنساش انك ضيعت اغلب عمرك ورا سراب الثروه اللي انت مش هتلاقيها ابدا. حط مراتك وولادك في عينيك يا ابني عشان ارضى عليك. مفهوم يا عم، حاضر. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مصر ان انا مظلوم. والله يا عمي المعلومات اللي جات لحضرتك دي كلها غلط، دول بينفسنوا عليا يا عمي. طب اقعد، هديلك اخر فرصه. من بكره تروح تستلم شغلك في اوتيل القاهره، ومن بيتك لشغلك ومن شغلك لبيتك، وتخلي بالك من أسرتك يا مصطفى يا ابني. لو جات لي أي شكوى منهم قسما بالله لخلي أيامك أسود من قرن الخروب. أنت فاهم؟ فاهم يا عمي،
حبيبنا. اتفضل بالسلامه. ممكن تهدى بس وتفهمني ايه اللي حصل وايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص يا امان، انا طهقت من تصرفات ابوكي معايا. مش معقول يعني كل شويه تدخل في حياتي الشخصيه وفي شغلي. الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني بشغل تاني، ولا محتاجين بقى بعد كده لا كرمه ولا مساعداته ولا الشغل في الفنادق اللي هو بيديرها. اهم حاجه بقى لما يرجع اديله بقى الورقه دي. ورقه ايه دي؟ استقاله يا مصطفى؟ ده احنا ما صدقنا انك رجعت الشغل واستقريت فيه. شغل ايه يا ام الشغل اللي رجعت له ولا استقريت فيه؟ انت بتسمي الملاليم اللي باخدها اول شهر دي فلوس؟ يا مصطفى ما تتبطرش على النعمه، ده انت مدير عام قريه سياحيه 5 ستارز ومرتبك بحافظك معديني ال 30,000 جنيه. خلاص يا ايمان، الشغل اللي انا قدمت فيه قبلت وخلاص هروح استلمه. مدير عام قريه سياحيه وبمرتب اعلى من اللي ابوك اداهولي. اهم حاجه اوعي لي ثانيه كده بقى، اهم حاجه اكون بعيد عن ابوكي والشراء وبيعه فيا. ممكن بس تهدى وتفهمني عايز تسيب الشغل مع بابا ليه؟ وايه حكايه الشغلانه الجديده دي بس؟ خلاص بس تهانم، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. خلاص الشغل مع ابوكي بقى وتحكماته وتفضلاته عليا ورمولي جنابي. سيبوني احقق طموحاتي زي ما انا عايز. طب ممكن تقول لي هتروح على فين؟ رايح على شرم استلم الوظيفه الجديده، ولا عايزاني بقى اقعد تحت رحمه وتفضلات السيد الوالد؟ طب عشان خاطري اقعد بس نتكلم ونتفاهم. مفيش تفاهم يا ايمان، مفيش تفاهم. من هنا ورايح اللي انا شايفه واللي هيصب في مصلحتي هو اللي هيحصل. واهم حاجه ما تنسيش تدي الاستقاله للباشا ابوكي. ماشي يا يويو؟ سلام يا يويو. والله ما انا عارف اقول لك ايه بس يا ايمي يا بنتي. مش عارف. جوزك ده مؤكد مخه لاسع. انا احتار دليلي معاه. قربت احط صوابعي في الشق زي ما بيقولوا. يا بابا ده حتى ما هنش عليه يستنى الولاد لما يرجعوا من المدرسه عشان يسلم عليهم ويبوسهم قبل ما يسافر. ولا يهمك، بكره يقع على جدور رقبته ويجي يعترف لك بغلطه كمان. بابا وحياتي عندك تقولي ده في حاجه مخبيها عليا؟ خبي عنك ايه بس يا بنتي؟ حاجه بخصوص مصطفى ومساله اصراره انه يرجع شرم الشيخ لدرجه انه يستقيل من شغله اللي حفي عشان يرجع له. انا اصلي سمعت كده انه اتلم على شله يعني حريفه كلام زيه بالظبط، اللي بيقعدوا يهجسوا دول ويتكلموا في ملايين ومليارات، خيالات كده ما بتتحققش الا في دماغهم هم بس. وقع في سكتهم بقى راجل بنى قريه جديده ما عندوش فكره عن السياحه، اقنعوه ان دي شغلتهم وهيكسبوه ملايين. طبعا في النهايه الراجل هيكتشف الحقيقه بعد ما يبيعوه هدومه انه خد اكبر مقلب في عمره كله. لا يا بابا انا حاسه انك مخبي عليا حاجه ومش بتقولي الصراحه. هخبي عنك ايه بس يا حبيبتي؟ حاسه كده ان مصطفى فيه في حياته علاقه، واكبر دليل على كده اصراره على سفره شرم الشيخ، لانه اتغير من ناحيتي انا والولاد جدا، وده اللي اكد لي ان احساسي صح. احساس ايه بس؟ وعلاقه ايه اللي بتتكلمي عليها دي؟ هو جوزك ده في واحده اتصت في نظرها غيرك عشان تبص له؟ هي لحسه مخ بس كده، وبعدين بكره يرجع لك انت والولاد ويصالحك زي كوز الذره. الاستاذ ده هيبقى في حياته علاقه كمان؟ ليه؟ انت فاكره نفسك متجوزه مين؟ الان ديلون؟ اوه بطلي عياط بقى. لا 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 لا، مش معقولة. أنا حظي النهاردة حلو قوي. طب لو حلفتلك إنها صدفة بحتة هتصدقيني؟ ممكن افهم انت عايز ايه بالظبط؟ ولا حاجة. أنا لما كلمتك امبارح بالليل حسيت فجأة إنك وحشتيني، ولما شفتك الصبح في المطار قلت لأ، ده القدر بيقول إننا نرجع لبعض. واتكبست طبعا لما مشيتي وسبتيني، عشان كده كلمتك النهارده أكتر من مرة. عايز اترجاكي واتوسل إليكي إننا نحاول نرجع المية لمجاريها. دييجو دييجو مين؟ دييجو دييجو كاي نو 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 you crazy boy no come
انت بتضحك يا بني ادم انت؟ اصل يا باشا عارف قد ايه انت بتترعب من الكلاب، ومتخيل الكلب المتوحش ده وهو بيجري وراك ورجلك بتسابق الريحه يا باشا. اسكت اسكت يا بوب، هو ده كلب متوحش بعقل؟ ده اسد في جسم كلب. الحمد لله انها عدت على خير. ثانك يو جاد. الحمد لله يا باشا، الحمد لله. بقول لك يا باشا، قلت لك الكلام ده قبل كده، صدقني يا باشا صدقني، دي قضيه خسرانه وهوبلس كيس 100%. عندك حق، ايه محاولة يتيمة وعدت على خير. ادخل. دكتور شهدي من مجموعة شركات المصري للسياحة موجود بره وعايز يقابل حضرتك. بتقولي مين؟ دكتور شهدي. اهلا يا دكتور شهدي. اهلا وسهلا. بلغتي كامل بيني موجود هنا وعايز اقابله؟ ايوه يا فندم، هو في انتظار حضرتك، اتفضل. دكتور شهدي، انا مش مصدق نفسي ان جنابك في مكتبي. اهلا وسهلا، نورت. مش الاول تعرف انا جاي لك ليه؟ طلباتك اوامر يا فندم. اتفضل حضرتك بليز. الموضوع السخيف بتاع زمان احنا خلاص انتهينا منه، وانت ووفاء هانم كل واحد فيكم راح لحال سبيله فيه هدوء. اللي كان عاجبني فيك انك حتى ما حاولتش تتصل بيها. مظبوط حضرتك. ايه بقى اللي جد وخلاك سوري يعني تتهفف نافوخك وتتصل بيها من يومين بعد نص الليل، وطول ما هي في شرم وانت بتحاول تتصل بيها؟ وايه بقى الصدفة السخيفة المفتعلة دي اللي خلتك تقابلها على البيتش وتترازل عليها بتصرفاتك السخيفة يا مستر كامل؟ يا فندم، موضوع البيتش ان انا كنت بتمشى وقابلتها بالصدفة، وقلت بحكم العشرة اللي كانت بينا اني اسلم عليها. بعدين كل اللي حصل شوف يا مستر كامل، انا مش هعيد وازيد معاك في تصرفاتك الرذلة اللي انت عملتها معاها من يومين وواصلت عمايلها في شرم كمان. لازم تعرف ان انا متضايق قوي من اللي انت عملته معاها، وانا لو حطيتك في دماغي هخسرك كل اللي انت عملته طول عمرك من السياحة في ضربة واحدة. وانت عارف انا شخصيا قد الكلام اللي بقوله. بتهيالي ما حصلش اللي يستدعي ان حضرتك تقول لي الكلام ده كله. لا، حصل اللي يستدعي يا مستر كامل، حصل. واعتبر اني جاي احذرك، وقد اعذر من انذر. يعني مش من مصلحة الفار انه يخلق عداوة وحرب بينه وبين الاسد. مع ان التشبيه اهانة يا دكتور، بس انا ما اتمناش ان العلاقة بيننا تبقى عداوة. يبقى زي ما كنت ماشي السنتين ونص اللي فاتوا واللي داخلين على 3 سنين، تفضل ماشي بقية عمرك. لا ليك دعوة بالهانم ولا تتصل بيها ولا تترازل عليها. ولو حصل وكانت صدفة فعلا مش مفتعلة بقى ولمحتها من بعيد في نفس الشارع اللي انت رايح منه، تعمل خلف ندور بسرعة وتدور لك على شارع تاني تمشي فيه. مفهوم الكلام ده ولا انت ليك رأي تاني؟ اطلاقا يا دكتور، اوامرك. ولو تحب حضرتك اني اجي معاك لمعاليها اعتذر بنفسي بليز، نو بروبلم، انا تحت أمرك. لا ما ينفعش، لانك عارف كويس انها ما يسعدهاش انها تشوفك او تقابلك او حتى تسمع صوتك. كلامي مفهوم متهيألي يا مستر كامل؟ excuse me. excuse you. بيتهيألي كده هيحترم نفسه ويتلم. ولو ما تلمش وزود رزلته عليكي هخليه يندم على اليوم الاخبر اللي اتولد فيه. انا يا دوب الحق جلسه المجلس المسائيه، وعايزه بعد كده اعدي على الجمعيه في امبابه، وطبعا مش هقدر اروح الا لما اعدي على عبله اطمن على هبه.
بس عايزه اطلب منك طلب. طلباتك اوامر. الاوتيلات اللي تحت الانشاء اللي بنبنيها في شرم ومرسى علم، عايزه ادي الديكورات والاشراف عليها والفرش لهبه بنت الدكتوره عبله. انت عارف طبعا ان الشغل ممكن ينسيها الهم اللي هي فيه. عارف طبعا، المسألة فعلا ممكن تفرق معاها كتير في حالتها النفسية، بس يعني شايف انها المسألة كبيرة قوي على قدراتها. ما تخافش يا دكتور، انا واثقه فيها. هبه دارسه ديكور وخريجه فنون تطبيقيه، وبعدين اتدربت برضو شويه في ديكورات البرامج. انا واثقه انها هتبقى قد المسؤوليه. خلاص اللي تأمري بيه، وانا كمان ليا طلب عندك. اؤمر يا دكتور. انا عايزك دلوقتي في المجلس تهدي اللعب شوية. هجوم الجامد قوي على الحكومة والحزب ومحمود عزت. اعملي معروف، البلد فوق بركان. هدي اللعب ازاي بس يا دكتور؟ طب انت عارف الجلسه بتاع النهارده جايبين فيها وزير البترول، وهنناقش فيها اتفاقيات تصدير الغاز في الوقت اللي الشعب بتاعنا بيقتلوا بعض في التوابير عشان يلاقوا انبوبه بوتاجاز. انت عارف اننا بنصدر الغاز بملاليم وباسعار اقل بكتير جدا من السوق العالميه، وتقول لي هدي اللعب؟ انت عندك حق في كل اللي بتقوليه واكتر كمان، بس ما تجيش منك انت. اسمعي كلامي، هدي اللعب شويه. بصراحه ما وعدكش، انا اتاخرت، عايزه الحق الجلسه. يلا سلام يا دكتور. على السلامه. لا يا باشا لا، انت مش عاجبني خالص، مش في المود. ما تفكها بقى يا باشا. عمل اللي اسمه شهدي ده عصبني لما كان عندي. معلش معلش يا باشا، بس انا عايز اقول لك حاجه ما تزعلش مني، يعني انت مزودها حبتين. هي فعلا كانت هفه على دماغي قوي. كنت متعشم المحاولات دي تجيب نتيجه وترجع الميه لمجاريها. ميه ايه بس يا باشا؟ انا قلت لك انه من 7 المستحيلات، وبعدين احنا مش عايزين نعادي الناس دي، احنا مش قدهم يا باشا. يا بابا احنا ممكن دلوقتي فعلا نكون مش قدهم، يفعصونا برجليهم في السوق، لكن قريب جدا واوعدك ان راسنا هتبقى براسهم وهنعلى عليهم كمان. طبعا يا باشا، وهيحصل. طول ما انت ماشي في المخطط اللي انت عامله هتبقى من اكبر رجال السياحه اللي موجودين في البلد. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، شيل وفاء هانم المصري دي من مخك خالص. مخي ايه يا بني ادم انت؟ ما انت عارف مخي كويس، في الشغل وكامل فهمي وبس. هي هفت عليا شويه خلاص، غير بقى الموضوع ده عشان انا ابتديت اتعكنن بجد. طب نغير بقى الموضوع ده. شوف الحته الحلوه دي، فرعوني لسه طالع من تحت الارض من 10 ايام، والناس اصحابها تحت ايديا، يعني السعر اللي انت هتقوله هيوافقوا عليه. الصوره دي بالله واشرب ميتها. ايه؟ مش فاهم يا باشا. الحته دي اتعرضت عليا اكتر من مره. الحته دي نحاس ومطليه ميه دهب مضروبه، يعني شويه عيال نصابين سارحين بيها في السوق بقالهم سنتين. معقول يا باشا؟ مفيش حاجه في سوق الاثار ده الا لما بيبقى عندي ليها سي في بالكامل اول باول. يا سلام يا سلام يا باشا، الكبير كبير والله. يس بوب، الكبير كبير. نتكلم في موضوع تاني. انا شفت بنتك ميتان في شرم الشيخ، والله عامله شغل كويس، مبسوط منها. صعبانه عليا والله الغربه والبهدله اللي هي فيها. ربنا يخلي سعادتك يا باشا. مش تستنى اقول لك انا هقول ايه الاول؟ طب ما هي كده مفهومه بالفكاكه. سعادتك عايز تجيبها هنا في المقر الرئيسي في القاهره عشان تبقى جنبي وجنب مامتها ونبقى مطمنين عليها. مظبوط بابا، صح. همسكها مع مسؤول العلاقات العامة تنظيم حجوزات فنادق الشركة، بس عايزك انت تركز معاها وتعلمها الشغل صح عشان يبقى لها مستقبل كويس في الشركة. يا باشا يا باشا يا باشا، ربنا يخليك لينا، من غيرك كنا هنعمل ايه؟ جمايل ايه بس يا عبله اللي بتتكلمي عليها؟ اولا هبه دي بنتي وهي عارفه كده كويس، لكن اللي حضرتك بتتكلمي فيه اكبر من امكانياتي وخبرتي. انا واثقه انك كفء وهتثبتي جداره وهتعملي شغل في القريتين ما حصلش قبل كده. وبعدين يا بنتي، وانا بقول لك تعالي اشتغلي سياحه وفنادق؟ ده انا بقول لك تشتغلي في لب تخصصك، ولا بقى مالكيش في حكايه الديكورات وطلعت حكايه بكالوريوس فنون تطبيقيه قسم تصميمات داخليه دي اشاعه. اصلها من يوم ما اتخرجت وهي بتشتغل في ديكورات البرامج، لكن حكايه فرش وديكورات القرى السياحيه ده محتاج خبره كبيره ومكاتب استشاريه. انا واثقه ان الباشمهندسه لو خدت الموضوع جد وعملت مجهود هتجيب نتيجه احسن من اي مكتب استشاري عنده خبره. انتوا عارفين وانا في امريكا كان في اوتيل 7 نجوم كنت مبهوره بالديكورات بتاعته،
لما سألت مين اللي عاملها طلع شاب هاوي عنده 23 سنة. وبعدين أنا مؤمنة بحماس الشباب وقدراتهم. ولا انت خلاص عجزتي وعايز تقعدي في البيت يا ست هبه من غير شغل؟ لا طبعا يا طنط، انا كنت ناويه اخد لفه على القنوات الفضائيه، يعني ارجع شغل البرامج تاني. طب لو قلت لك اني واثقه ان امكانياتك اعلى بكتير من ديكورات البرامج. اسمعي بقى، الدور اللي تحت مكتبي في مقر المجموعه في سيكشن مكاتب فاضي. من بكره عايزاكي تبداي الشغل، تعملي كده جروب عمل من زمايلك المتميزين وتبداوا تسافروا على شرم الشيخ وعلى مرسى علم، تشوفوا الانشاءات وتعملوا انتوا بقى تصميماتكم وتصوراتكم. وانا واثقه ان النتيجه هتبقى عبقريه. وعلى فكره انا مش هديكي مرتب، انا هديلك تصميم الديكور والاشراف على التنفيذ والفرش مقاوله زي ما كنا بنعمل مع المهندس الاستشاري اللي بنشتغل معاه من سنين طويله. بس ايه يا بنتي؟ بذمتكم يا دكاتره في حد يرفض فرصه زي دي؟ ولا انت بقى خلاص عايزه تقضيها نوم واكتئاب يا ست هبه؟ اللي تشوفيه يا طنط، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك. انا متاكده من كده يا حبيبتي. من بكره الصبح بدري تكوني قدامي في المكتب، تاخدي العربون وتبداي الشغل فورا. يا حبيبتي يا طنط، انت عارفه اني بحبك قوي. وانا بموت فيكي، بس لو بتحبيني صحيح قد ما بحبك تقومي دلوقتي حالا تعملي لي ساندوتش، لان حسن يوقع من الجوع. لا ساندوتش ايه، احنا هنتعشى مع بعض. والله انا ما عنديش مانع يا دكتور، ولا انت ايه رايك يا دكتوره؟ حالا عينيا. حبيبتي يا وفاء، انا مش عارفه حياتي من غيرك كانت هتبقى طعمها ايه. اهم حاجه دلوقتي طعم العشاء، ولا انت ناويه تكروتينا ان شاء الله؟ عيوني. هي انت مش هنا خالص، اللي واخد عقلك. ولا حاجة ولا حاجة. عادل انت مالك الايام دي؟ ستي ولا حاجة، شوية مشاكل بس مع القناة اللي أنا شغال فيها واحتمال كبير قوي إن أنا أسيبها وأروح قناة تانية. طب ممكن بقى تنسى موضوع الشغل لو ل10 دقايق وتركز معايا؟ علشان أنا بقالي أسبوع عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم، وبصراحة كل ما أجي أتكلم معاك فيه شجاعتي تخوني. خير؟ عادل انت ابن خالتي وفي مقام أخويا، وما ينفعش نتخطب وبعد كده نتجوز وأنا بخدعك أو أنا بحب واحد تاني غيرك. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا منى؟ عادل أنا كنت على علاقة حب بمعيد كان بيدرس لي في الجامعة، وبابي ومامي عارفين بالعلاقة دي، وكان المفروض إنه من أكتر من سنة كان هيجي عشان يتقدم لي ويخطبني من بابي وماما. لكن قبل ما ده يحصل حصل بيني وبينه خلاف، مش مطلوب مني أحكي لك تفاصيله، وكل واحد مننا راح لحاله. ولما طنط مامتك فتحت مامي في موضوعنا إننا نتخطب ونتجوز، أنا كنت في حالة ومرحلة مش كويسة، وطبعا بضغط من مامي ومامتك أنا وافقت. لكن في الفترة اللي فاتت دي حصل بيني وبينه اتصالات ومقابلات، ورجعت علاقتي أنا وهو زي الأول ويمكن أكتر. أنت جاية تقولي لي الكلام ده وفاضل على حفلة خطوبتنا أقل من 10 أيام؟ للأسف مش هينفع، مفيش حاجة في الدنيا تجبرني أتجوز واحد وأنا بحب واحد تاني غيره. وعلى العموم أنا بلغت مامي وبابي بقراري، والقاعة اللي اتحجزت والمعازيم اللي اتعزموا وأنا. عادل لو أنت حابب تخدع نفسك أنا مش حابة أخدع نفسي وأخدعك. لا أنت بتحبني ولا أنا بحبك حب يوصل للجواز. ولو على القاعة بابي اللي حاجزها، وهو بقى يكنسل الحجز أو يأجل الميعاد وأبقى أعمل فيها حفلة خطوبتي أنا ومحسن. محسن ده اسم اللي بحبه، واللي اكتشفت إني مقدرش أتجوز حد غيره ولا أحب حد غيره، وهو دلوقتي منتظر مني الإشارة علشان أقوله إني موضوعي أنا وأنت انتهى، عشان يتقدم لبابي ويحدد معاه ميعاد الخطوبة وترتيبات الجواز. والمطلوب مني إيه بالظبط دلوقتي؟ نفضل أصدقاء وولاد خالة، وتفضل في مقام أخويا وأنا في مقام أختك. أنت متأكدة إن باباكي ومامتك عندهم علم بالموضوع ده؟ شور، وما تنساش إن ما عندهمش غيري وإن تهمهم قوي ساعات. ومامي كمان كانت منتظرة إني أفهمك الوضع عشان تكلم طنط مامتك وتطيب خاطرها بكلمتين. لا 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 لا، احنا طبعا اهل مهما حصل، وزي ما انت قلت الجواز اسمه ونصيب. لا زعل ايه؟ منى دي زي بنتي. سهام؟ لا ما انت عارف سهام بتطلع فيها كده في الاول وبعد كده بتنزل على الفاضي وترضى بالامر الواقع. متشكر قوي، الف شكر. الحمد لله ان ده حصل دلوقتي. طيب يا سيدي، اشوف وشك بخير. مع السلامه. شفت اللي حصل يا رمزي؟
لسه قافل مع جوز اختك دلوقتي، قدر الله وما شاء فعل. انت عارف ده معناته ايه؟ معناته ان هما مالهمش نصيب في بعض، والحمد لله ان ده حصل قبل الجواز. وبعدين البنت دي لازم تحترم لانها كانت صادقه مع ابنك، ولا كنت عايزاهم يتجوزوا وهي بتحب واحد تاني؟ والمعازيم اللي عزمناهم دي فضحتنا هتبقى بجلاجل. زي ما عزمتيهم اعتذري لهم، بتحصل في احسن العائلات يا سهام. وعادل يا حبيبي اللي الصدمه هتقضي عليه. صدمة ايه؟ انت فاكره ان عادل مظلوم؟ ده ما كانش بيحب بنت خالته اصلا، ده كان طمعان في فلوس ابوها. عموما الموضوع ده زي ما هو خير للبنت فهو خير ليه كمان. خير لي؟ خير لي ازاي بس؟ انا متهيالي الموضوع ده ممكن اموت بحسرته. هو عادل فين دلوقتي؟ في اوضته قافل عليه ومش عايز يكلم حد. بابا انا مش زعلان، على قد ما انا مرعوب ان يكون اللي بيحصل لي ده ان ربنا يكون غضبان عليا وبيعاقبني عشان موضوع هبه. مش عارف اقول لك ايه يا عادل، انما اكيد ده خير ان ربنا يبعدك عن جوازه زي دي قايمه كلها على المصالح مش على المشاعر. طب وشغلي يا بابا؟ شغلي اللي بقى كله مشاكل. كل حاجه تعدي ان شاء الله. بابا انا عارف ان انا ظلمت هبه وكنت في منتهى الندالة معاها، ومن ساعة ما حضرتك قلت لي انهم اضطروا يستأصلوا لها الرحم ونزلت الجنين وانا الدنيا اسودت في عينيا، لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اعيش حياتي. عادل انا مش عارف اقول لك ايه يا ابني غير اني مشفق عليك. ادي اللي انتوا شاطرين فيه، كل ما نيجي نشوف حل الموضوع كل معقد ده تتنحوا كده وتبصوا لبعض وتكتئبوا وفي الاخر نقوم من غير ما نلاقي حل. طب قولي لنا انت ايه الحل يا ست لميس؟ ما انا يا اخويا لو كنت اعرف كنت قلت من بدري. انا من ناحيتي يا جماعه مع ان بابا سوري يعني يطيق العمى ولا يطيقش مامتكم، وعمري في حياتي ما شفته مش طايق حد قد ما هو مش طايقها، بس انا ممكن اصطاد وقت مناسب واتكلم معاه في الموضوع واحتمال كبير اقنعه كمان. طب وماما يا ست لميس؟ بصراحه يعني انا شايفه ماما هوبليس كيس على الاخر، وسوري يعني تطيق العمى ولا تطيقش انكل محمود، واستحاله انها توافق. شفتي؟ عشان تعرفي بقى اننا لينا حق نتنح ونكتئب، لينا بقى ولا ملناش يا ست لامي؟ انا جات لي فكره. ايه جات لك فكره بجد؟ ايه الفكره؟ قول. جدو شهدي وطنط عبله الوحيدين اللي في الدنيا اللي ماما مستحيل ترفض لهم طلب. صدق على راي جدو شهدي فكره نميسه قويصه عويصه. اوه فكره ايه ونميشه ايه بس يا احمد يا ابني؟ الله. الو مين؟ لا انا ما عنديش استعداد اقابل حد دلوقتي، بعدين، وما تخليش حد يزعجني بعد كده، مفهوم؟ فاهم ان مشكله سهله؟ دي مشكله عويصه وعويصه بالجامد قوي يا احمد. ارجوك يا جدو ما تخلاش عني وقف جنبي، الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقى ضاقت بيك الحال وما لقيتش بنت تحبها وعايز تتجوزها غير بنت الراجل اللي والدتك ما بتطقش تسمع اسمه. طب انا اعمل ايه بس يا جدو؟ والله غصب عني لقيت نفسي بحبها، وبعدين بصراحه بقى يعني ماما مزوداها قوي في هجومها على انكل محمود. ما برضه انكل محمود مزودها قوي واخطائه كتير. طب بذمتك يا جدو ده يمنع ان انا احب بنته؟ انت بتحبها حب حقيقي بجد يعني؟ بجد جدا وحقيقي جدا. لا ما ينفعش، impossible, no way ان والدتك توافق. ده لسه الاسبوع اللي فات والدتك مهاجماه هجوم بشع جدا في برنامج في التلفزيون، هو رخر بعديها بيوم هاجم والدتك هجوم ابشع في نفس البرنامج. ده بيقفوا لبعض في المجلس زي الديوك. طب يا جدو انا ما بقاش عندي حد تاني الجا له غيرك انت،
وانا عارف ان انت الوحيد اللي ممكن تفتحها في الموضوع ده وتقنعها. عاوزني انا افتحها واعمل المستحيل عشان اقنعها كمان؟ حضرتك وطنط عبله، انا كنت عندها امبارح بالليل في العياده واتكلمت معاها في الموضوع ده بمنتهى الصراحه، وهي قالت لي انها هتكلم حضرتك وتنسق معاك انكم تفتحوا معاها في الموضوع ده وتقنعوها. انا وطنطك عامله ايه يا ابني اللي نحاول نقنعها؟ ده لو أمة لا إله إلا الله استعانت كمان بمجلس الأمن مش ممكن هيقنعوها بالجوازة. بصراحة بقى يا أحمد يا ابني، أنا شايف إنك تاخدها من قاصرها وما تعشمش البنت أكتر من كده، وما تعشمش نفسك أنت كمان أكتر من كده، وكل واحد فيكم يروح لحاله. يا سلام، دقت الدنيا يعني. ما مصر فيها 3-4 مليون بنت، شاور على واحدة منهم وأنا متأكد إن والدتك مش هيبقى عندها مانع. طب ولو قلت لك ان اشرقت بالنسبه لي هي كل بنات الدنيا وان انا ما اقدرش استغنى عنها؟ ليه بس؟ ليه بس الكلام اللي يوجع القلب ده يا أحمد يا ابني؟ ليه بس؟ جدو، انا املي فيك كبير جدا جدا، وانا عارف ان انت الوحيد اللي هتقدر تقنع ماما. ما اقدرش، انت بتطلب المستحيل يا احمد. عشان خاطر يا جدو. انت قلت لي انك بتحبها حب حقيقي. حقيقي حقيقي بس يا جدو، ده انا بحبها جدا 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 جدا. حاضر حاضر يا احمد يا ابني، حاضر. انا هتفق مع الدكتور عبله ونضع خطه نحاول فيها نقنع والدتك، وربنا سبحانه وتعالى يعمل ما فيه الخير. مدحت سيبني بقى، انا في ايدي شغل مهم عايز اخلصه. انت بقالك ساعه ماشي ورايا ما خيلتني، عمال تجيب لي كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. خلصني، قول لي ايه هو الموضوع المهم اللي انت عايز تتكلم فيه؟ اصل الموضوع مهم، يعني مهم جدا لحضرتك، ويا ريت بقى حضرتك يعني تتقبله بصدر رحب كده وتديني فرصه ان انا اوضح لحضرتك الموضوع من كل جوانبه. يا ابني من غير مقدمات، من غير مقدمات، خلصني. انا كل اهو اذان صغير. هو يعني الموضوع بخصوص اشرقت. مالها يا سيدي اشرقت؟ خير. يعني بالنسبه لاحمد صاحبي، احمد المصري، هو واشرقت بيحبوا بعض، وبصراحه بقى كده العداوه والمشاكل اللي بين حضرتك وبين طنط وفاء مامة احمد هي العقبه في طريق جوازها. بنت انا اشرقت تحب ابن الست المتسلطه دي المتعجرفه؟ انت اتجننت يا بابا. والله احمد ولد ممتاز وصاحبي من سنين طويله وبيحب اشرقت باخلاص، واشرقت كمان بتحبه، وانا بقى من ناحيتي شايف ان هو ده الزوج المناسب لاشرقت. انت ايه وهي ايه؟ بلاش كلام فارغ وبلاش شغل عيال. انا بنتي لا يمكن تتجوز ابن الست ام السدين دي، انت فاهم ولا لا؟ يا بابا ما بقول لحضرتك هو بيحبها وهي بتحبه. مدحت اسمعني واسمعني كويس قوي. اذا كانت حياتها في كفه وانها تتجوز ابن الست دي في كفه، فلا و60 لا، واتفضل بقى مع السلامه. مع السلامه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم يا ست اشرقت؟ انا اسفه حضرتك يا بابي، انا واحمد بنحب بعض. الحب ده بقى ملوش علاقه بالعداوه اللي بين حضرتك وبين مامته. انا ما عنديش كلام كتير اقوله في الموضوع ده، وامري تتنفذ بالحرف الواحد، واعملوا حسابكم تقطعوا علاقتكم باولاد الست دي. مفهوم؟ انا مستحيل اقطع علاقتي باحمد يا بابي. انا بحب وهو بيحبني، والحب لا هو عيب ولا هو حرام، خاصه بقى اننا كنا متفقين على الجواز. بص يا اشرقت، لو ابن الست دي اخر بني ادم في الدنيا انا استحاله هوافق. وزي ما قلت لكم اقطعوا علاقتكم باولاد الست دي. فاهمين؟ انا مش سامع صوتكم، فاهمين؟ لا.
ده بقى عصير ليمون عامله لحضرتك كده بايديا علشان يهدي اعصابك ونعرف بقى نتكلم في الموضوع بواقعيه وبمنطق. يعني ممكن نتكلم في الموضوع؟ ربنا يخليك يا بابا. نتكلم في الموضوع بقى. واقعية ايه ومنطق ايه اللي نتفاهم بيهم في موضوع زي ده؟ الكلام ده مرفوض من اساسه. ده غير اني مصدومه في احمد صدمه عمري. ازاي يعمل عامله مهببه زي دي؟ الولد ما غلطش يا وفاء، اخت صاحبه الانتيم وحبها وعايز يتجوزها على سنه الله ورسوله. وبعدين انا سمعت من احمد ولميس ان البنت في منتهى الاخلاق والادب، ده غير انها بتحبه زي ما هو بيحبها بالظبط. وفاء، ذنبهم ايه الولد والبنت في العداوه والكراهيه اللي بينك وبين باباها؟ انا قلت رايي وقراري واستحاله هتراجع عنه. ولو عايز يروح يتجوز ومصمم على الجوازه دي يروح يتهبب يتجوزها، بس ساعتها بقى انا لا ام ولا هعرف. بقى ده كلام برضه يا وفاء. لا، انت عارفه كويس ومتاكده ان احمد ابنك لا يمكن يخرج عن طوعك. وبعدين يعني هو كان قصد انه يحبها. الله، ما انت عارفه ان الحب بيتهبب بيجي فجاه كده من غير احم ولا دستور. ولا تكوني خايفه انه لما يتجوز هيخلف وتبقي جده؟ عمو شهدي، انا استحاله هوافق ان ابني يناسب الراجل الفاسد ده. استحاله اروح له لحد عنده واحط ايدي في ايده واطلب منه كمان ايد بنته. لو احمد عايز يتجوز يختار اي بنت في الدنيا وانا مستعده اجوزها له من بكره. معقول؟ ده كلامك برضو يا وفاء؟ ما انت عارفه القلب وما يريد. والله انا شايف ان الولد متعلق بالبنت جدا، وحرام عليك يا وفاء تخنقي اول حب في حياه ابنك بايديكي لاسباب لا هو ولا البنت ليهم دخل بيها. انتوا بتضيعوا وقتكم في قضيه خسرانه. انا استحاله هوافق ان ابني يتجوز بنت الراجل الفاسد ده. ان شاء الله بقى يقعد من غير جواز طول عمره. انت كده بتجني على ابنك وبتجني على بنت ملهاش اي ذنب في اي غلط ممكن يكون ابوها عمله. حتى لو كنت بجني عليهم استحاله هوافق. طب والنبي يا ماما اهدي عشان نعرف نتفاهم. الموضوع ده غير قابل للتفاهم، وما اسمعش كلمه واحده تاني في الموضوع ده. مفهوم يا استاذ احمد؟ يا ماما من فضلك يا ماما، انا بحب اشرقت يا ماما وما اقدرش اعيش من غيرها. واشرقت دي بقى يا ماما ادب واخلاق مفيش بعد كده. ده غير بتحب احمد قوي واكيد ساعدتهم مع بعض، ومش معقول انت يا فوقه يعني اللي هتحرمي ابنك من اللي بيحبها. ومش انا اللي احط ايدي في ايد واحد فاسد زي محمود عزت واروح اطلب ايد بنته لابني. الجوازه دي استحاله هتتم برضايا. لو عايز تتجوز يا استاذ اتفضل روح اتجوز زي ما انت عايز، بس ساعتها بقى لا انت ابني ولا اعرفك، وده اخر كلام عندي في الموضوع ده. طب يا ماما بس ممكن اقول لك انا قلت ده اخر كلام عندي في الموضوع ده. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انا لازم يسمع كلامي، كلمتي انا اللي لازم تمشي عليكم. ايه المسخره دي؟ ده جواز هو لعب عيال؟ مالكش غير محمود عزت، مالكش غير ده اللي تخليني اناسبه. راجل فاسد زي ده اروح له لحد عنده؟ انتوا اتجننتوا. معقولة ده اللي وصلت ليه وده اللي كان مكتوب لي أشوفه؟
غاب